يقول الشاعر: ربي إن تعفو فظني هكذا، أو تعذب كنت عدلا منصفا، قادر أنت على كليهما، فاقضي بالأولى بجاه المصطفى. آمين يا رب إن شاء الله يعفو علينا. علاش قلت الكلمة هذه؟ لأنه المولى عز وجل يقول في القرآن، يقول: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول ربي في القرآن أيضا في آخر سورة فاطر حسب ما أظن، يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن المولى عز وجل يعفو علينا. وحتى في الدعاء المأثور عن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر يقول: من صادفها يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك الإنسان ماذا به، لأنه الإنسان عليه أن يقر بما يرتكبه من معاصي ومن ذنوب ويطلب العفو. شهر رمضان هو فرصة لارتقاء الروح. الإنسان يرتقي من عالم الملك إلى عالم الملكوت، من العالم المادي إلى العالم الروحاني. حتى الصوم وشهر اللهفة وشهر الحشيشة لا تنجيوها، فبعدنا على هذا. لا هو الصوم لغة الإمساك، وعنده معنى آخر. الصوم أي الرفعة. أيوة. أما إذا كان إنسان سامحني أنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. معناه يعمل عرق ويفتن ويقلقل ويصرف في الماكلة. شنو الصيام هذا؟ بالظروف معناتها كان يعمل صحفة هرق ما يكون أحسن له. معناتها يولي الصوم نتاعو حسب معناتها ما جاي به الإسلام، يولي صومه حاجة ثانوية زيد. معنى إنسان عليه أن يزكي نفسه. هو شهر الصيام هذا هو فرصة، لأنه فما قيم إنسانية، قيم كونية سامية برشا. الإنسان يحاول يستحضرها من خلال الصوم. شهر رمضان. نعم. والله غالب نقولوها نحن معنا في العالم الكل نعيش أزمة قيم. نعيش أزمة قيم. معناها يقول الشاعر: مولئ الكون فسادا ورداء وطغى بين العباد الشنآن. شنو الشنآن؟ هو الحقد. العباد قلوبها مريضة، قلوبها مريضة بأمراض القلوب، الأنانية والبغض والحقد والحسد إلى غير ذلك. الإنسان عليه أن يسعى في هالشهر المبارك، هي فرصة أنه يعاود يدرب الروح على القيم السامية، وأهمها قيمة المحبة. يتو برشا ناس يشدوا في شكل العبادة، ظاهر العبادة، لكن نفسانيا وروحانيا ما بعدهم. عسلامة، إن شاء الله تكونوا بألف خير. دبارة رمضان نهار الأولاني حبيت نعطيكم فكرة جيس شنو عملت أنا نهار الأول. شربة عدس. توا باش نبدأ بديت بشربة العدس، قلت أسهل نطيبها ونحطها على شيرة. هي شربة العدس هذه شربة تركية. نعملوا البصل نقصوه طريفات مع بطاطا مع سفناريا مكسوسين، نحطهم في طنجرة، نزيد عليهم العدس هذاك العدس الأحمر يلزم، وتغسلوهم مليح بالماء، وتعملوا لهم زيدون مغرفة ملح صغيرة وشوية كركم، وتصب عليهم هذوما الكل، تصب عليهم ماء سخون هكا كما تشوفوا. يلزم ماء سخون باش تجيب لي وأحسن معنا بالماء السخون. تخلوهم يغلوا هكاك على النار. ما نحكي لكم مش قداش الشربة هذه بصراحة بنينة على الآخر، جربوها وتذكروني. وأبار إنها بنينة هي صحية برشا، الكلها منافع، الكلها يعني حاجات صحية. العدس البطاطا البصل يعني ما فيها حتى شيء حاجة يعني مش نافعة. بعدين لهنا دقت معي بنتي الثومة، ندقوا ثومة، ولا اللي حاب يرحي ثومة. أنا عندي المهرس هذه اللوح ساعات نستعمله، كل مرة نستعمل حاجة. أنا آخر شيء بعد ما الماء صبينا الماء سخون نعملوا زيت زيتونة، ومن بعدين نشدوا هذيك الثومة اللي دقيناها في المهراس ولا اللي رحيناها، نحطوها في مقلة. المقلة هذه تكون فيها شوية، عملنا فيها شوية زبدة، تسخن شوية الزبدة، نزيدوها الثومة، وبعد الثومة نزيدوا هذاك فلفل زينة، احنا نقولوا في تونس فلفل زينة يطيبوا به الأتراك. ما عندهمش الهريسة كما عندنا احنا، الهريسة العربي مثلا في جربة ولا في تونس او جنرال، اما يعملوا الفلفل الزينة، ما يستعملوش برشا في تطيبهم، اما يعملوه في بعض الأكلات معنا مش كل شيء. بعد ما طابوا الخضرة كلها والعدس، بعد ما تحسوها طرية وطابت، خلوها ترتاح شوي ونرحوها. نرحوها بالكدا لازمها تكون مرحية بالباهي، ما نخلو حتى شيء معناه يبدأ أحرش ولا. وبعد ما نكملوا نرحوها، نصبوها في طنجرة واحدة أخرى ولا في
كل واحد كيش يحب طريقة التقديم معناها. شفتوها أنا كيفاش هيك لازم القوام متاعها لا وخاثر على الآخر ولا هي جارية على الآخر، كما هيك القوام لازم يكون بالضبط. ولهنا صبيتها في طنجرة أخرى متاع باش نحطها على الطاولة متاع تقديم. وفي الآخر بالكل هذاك الفلفل الزينة والثومة بالزبدة هذاك نصبوه فوق الشوربة في الآخر بالكل، نعملوه هكا كزينة وكيعطي طعمة مش نورمال، طعمة غير عادية في الشوربة. شفتوا محلاها يعني مكوناتها كل محلاها كلها صحية معناها. توا ننتقلوا للعصير. انا في عود البن قررت باش نعمل العصير هذا اللي هو عصير الافوكادو، حتى هو بنين برشا. مكونات عصير الافوكادو نستحقوا باكو حليب، كعب افوكادو، و8 كعبات دقلة، وعسل الحر ولا بيو لهنا اللي يعيش في أوروبا يلقى العسل بيو موجود في المغازات. نعملوا صحفة صغيرة لوز مرحي هاكا في ملوطة بالكل. أنا صبيت اللوز والأول مرحي قرابة صحفة، و8 كعبة دقلة، وعملنا توا كعبة الأفوكادو. بعد ما نعملوا كعبة الأفوكادو نزيد عليهم العسل الحر، ضربة هيك شوية عسل الحر مش برشا معناه شوية كيما نقولوا مغرفة صغيرة، خاطر احنا ديجا عملنا 8 كعبات دقلة يعني سيبون حلو. وباش يجيكم القوام باهي كيما قوام البن يلزم باكو حليب عليه كعبة أفوكادو، ما تعملوش مثلا باكو حليب عليه 2 كعبات يجي خاطر هكاك. يعملوه راهو حتى خاطر ما يعملوه كيما كريم يقدموا في السهرية. سينو اللي حب يعمل في بلاصة البن عصير معناها يعمل كيما هكا باكو حليب عليه كعبة أفوكادو. وهذا لهنا النتيجة النهائية. ولهنا بنتي تعمل في الجبن برمزان باش تزيدها للسلطة، هي كانت قصتها ديجا أنا ما صورتش بصراحة، الوقت ضبط يجري على الآخر. قصتها وزينتها بشوية زيتون، ومن بعد عملت جبن هذاك برمزان محلاه يجي مع سلطة خس بنين. ومن بعد زادت هذه القلوب متاع الكرعة الحمراء احنا نقولوا في تونس القلوب متاع الكرعة، تجي زاد هي بنينة على الاخر في السلطة وزيد منفعة معها. واخر حاجة عملت المقارونة هذه مقارونة بصوص بيضة وباللاكس فيليه. هذه هنا اللاكس فيليه نقشر فيه صعيب شوية في تقشيره، هو مش صعيب برشا ما يلزم شوية فيانا يعني شوي بشوية تتنحى الجلدة هذيك، ما يلزمناش نعملوها بزربة سينو يتفتفت الحوت ويتفترش. وانا نحب ديما نفضل ناخذها بالجلدة متاعها خاطر نحسها اكثر فريشك هكا، علاش سينو هما يبيعوا فيها حتى من غير جلدة. وفوحناه بشوية كمون وشوية ملح، ومن بعد نحطه في الفور وفي الاثناء هو يطيب. باش نحضر المقارونة انا وبنتي، عملنا المقلة على النار فيها شوية زيت زيتونة بيان سير يلزم زيت زيتونة، وقصينا البصل هذا بصل اخضر قصيناه شوية وحطيناه على الزيت يتكلوا مع بعضهم. ومن بعد نزيدوا نقصوا الفلفل الاخضر، اما الفلفل الاخضر الفوميو يكون حلو ما يكونش حار سينو يحرحرها يعني المقارونة على الاخر، خاطر الحرورية تسيب في الزيت تولي يعني حارة مش باهي للصغار يعني سيرتو الصغار ما يحبوش حاجة حارة. ولهنا الفلفل هذا كسيناه كما قلت لكم شوية وزدناه للبصل والزيت وخليناهم يتكلوا مع بعضهم 3. من بعد نقصوا شامبينيون او الفطر بالعربية ونصبوا حتى هو على الفلفل وعلى البصل ونخلوهم مع بعضهم ياخذوا شوية يتكلوا مع بعضهم ونحركوهم. هاك انا بنتي لهنا تعاون فيا، بنتي تحب الطبخ برشا مغرومة بالطبخ. ما ننسوش باش نعملوا شوية ملح من بعد ونزيدوا مغرفة كبيرة هكاك زنجبير اخر حاجة نزيدوها ونحركوهم مكونات الكل مع بعضهم. ولهنا في الاخر بالكل نزيدوا الزانة يسموها بالالمانية الزانة ولا كريم ليكيد
أنا عاش يسموها بالعربي، وهذه آخر مرحلة معناها نحركوهم مع بعضهم. ومن بعد في الأثناء نكونوا سمطنا المقارونة. أنا سمطت المقارونة، بنتي قاعدة تعمل في الصوص وأنا سمطت المقارونة وتلهيت بها. ومن بعد صبينا المقارونة على الصوص هذه، حركناها بالكدا ومن بعد تحطها في الصحن تقديم مع اللاكس فيلي، وأكلة محلاها بصراحة، حتى هي تعجبني على الآخر كما قلت لكم، صحية وبنينة برشا. وهذه كانت الماكلة البرنسيبال معناها لليلة. وما عملتش برشا أنا من كل حاجة. أنا الحاجة الوحيدة اللي كثرت منها هي الشوربة قلت ما يهمش إذا كان قاعدة تنجم من غدوة يعني من طيب الشوربة ونعمل معناها نفس الشوربة. لكن المقارونة عملت كونتيتي شوية والسلطة شوية، كل شيء شوية باش ما يفضل لي حتى شيء، على خاطر بصراحة إذا كان فضلت المقارونة والسلطة ما تتاكلش يعني من غدوة. سيرتو المقارونة هذيك ما تتسخنش، تولي مش بنينة معناها. الحاجة الوحيدة اللي كثرت منها شوية هي الشوربة، كما قلت لكم الشوربة عادي يعني تتسخن وتتاكل يعني مرة أخرى. وعملت بريك الدنوني بصراحة ما صورتهاش، ما سدنيش الوقت باش نصوره. إن شاء الله لنهار نعمل فيديو خاص للبريك الدنوني، نوري لكم طريقتي أنا كيفاش بريك الدنوني. وهذا عملت زدا صحن دقلة عملته بنتي. وهذاك هو كان فطورنا أول يوم في رمضان. هذه دبارتي أول نهار في رمضان، وتمنينا سنة بصراحة نسيموا مع بعضنا يا أخي كيما كل عادة. يعني الدول الإسلامية الكل يعني ما همش الكلهم فرد نهار يسيموا، فما شكون بدأ بالنهار الأربعاء، فما شكون نهار الخميس. احنا مثلا هنا في ألمانيا زاد حتى في ألمانيا ما تفهموش يعني في نهار بالضبط، يعني فما واحدين صاموا نهار الأربعاء. اليوم احنا مثلا والمقاطعة ونسكن هنا صمنا بالأربعاء، وفما في بلايص أخرى يعني في ألمانيا يسيموا نهار الخميس كما في تونس. يعني وكما في تونس كما منعش دول عربية أخرى حتى هما نهار الخميس. المهم مش مشكلة سنة يعني دول صامت بالأربعاء، الآخرين باش يسيموا بنهار الخميس يعني من غدوة، مش مشكلة. كما قال الدكتور عبد العزيز بن زكور، رمضان هو فرصة لارتقاء الروح، مش معنى مش مشكلة يعني إن كنا ما صمناش مع بعضنا، ونبعدوا على الكره والبغض والحقد والأنانية، معنا ندربوا رواحنا على القيم. وأهم من هذه القيم السامية هي المحبة. وشهية طيبة للجميع وبسلامة.